السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي أبطال تاني إعدادي، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة موعدنا مع بعض، هشرح لك الهندسة كلها في فيديو واحد. الوحدة بتاعة الهندسة كلها اللي هي عبارة عن 6 دروس، هشرحها لك في فيديو واحد في ساعة واحدة، هجيبها لك من الألف للياء. ركز معايا، ما تسرحش مني وما تروحش بعيد عني. أنا مستر مصطفى عرابي، وأنت بتسمع قناة مستر عرابي رياضيات. كوباية القهوة الجميلة بتاعتك واعمل حسابي معاك، ويلا يا عم نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، لو جينا نبدأ بسم الله، اختر الإجابة الصحيحة. ما قياس الزاوية الخارجة عن المثلث المتساوي الأضلاع؟ قياس الزاوية الخارجة عن المثلث المتساوي الأضلاع 120 درجة. السؤال الثاني، في الشكل المقابل ما قيمة الN؟ المثلث اللي قدامي ده قائم الزاوية دي ب30، يبقى أكيد دي كده ب60، عشان دي 90 و30 يبقى دي 60، عشان يدوا 180، فبقول عليه مثلث 30 60. 30 60. طيب، المثلث ال 30 60 ايه مميزاته؟ ان الزاوية ال 30 الضلع اللي قصادها نص الوتر، يعني الوتر ب 12، يبقى الضلع ده المفروض 12 على الاتنين في 12 على الاتنين بتساوي 6، يبقى الضلع ده المفروض ب6. فانا همسك الاتنين ان وهساويها ب6، هنقسم هنا كده على الاتنين وهنا كده على الاتنين، فدي هتروح مع دي هيتبقى ان، و6 على الاتنين فيها التلاتة، يبقى الان هتساوي 3، يبقى كده الان هتساوي 3. إذا كان المثلث اكس واي زد قائم الزاوية في واي، تعال نرسم مثلث قائم الزاوية اهو كده، مثلث اسمه اكس، المثلث اسمه اكس واي زد، قائم الزاوية في واي، قائم الزاوية في واي. فإن طبعا الزاوية القايمة الضلع اللي قصادها اسمه الوتر، يبقى ده كده اكس زد ده اسمه الوتر. طب فاحنا عارفين ان مثلث قائم الزاوية يبقى الوتر تربيع بتساوي ده تربيع زائد ده تربيع، الوتر اسمه اكس زد، يبقى اكس زد تربيع، اكس زد كله اكس زد. حلو، وطالما يبقى هنا دي اكس زد دي اكس زد دي اكس زد، دي لا، يبقى بص دي واي زد، لا احنا عايزين الوتر تربيع، يبقى دي لا، ودي اكس زد ودي لا. طيب، لا اما دي لا اما دي. احنا كنا بنقول ان الوتر تربيع بيساوي الضلع الاول تربيع والضلع زائد الضلع الثاني تربيع. هنا الضلع الاول تربيع ناقص الضلع الثاني تربيع، هنا مكتوب اكس واي وواي زد، لا احنا عايزين يبقى زائد، يبقى هنا كده الاجابه رقم د. ركز كده معايا، مش احنا كنا بنقول ان المثلث قائم الزاويه الوتر تربيع اللي هو الاكس زد تربيع، الوتر تربيع هيساوي الاكس واي تربيع زائد الواي زد تربيع، بس كده يبقى اكس واي وهنا واي زد وهنا اكس زد. كويس، ندخل على السؤال اللي بعده. في المثلث اكس واي زد التلاتة قد بعض، طالما التلاتة قد بعض يبقى مثلث متساوي الاضلاع، وطالما مثلث متساوي الاضلاع يبقى كل زواياه متساوية، وطالما كل زواياه متساوية يبقى 160 180، يبقى 180 اللي هي بتاع المثلث، مش المثلث 180 درجة على التلاتة فيها ال60، يبقى هنا كده دي ب60 ودي ب60 ودي ب60. السؤال اللي بعده، في المثلث التلاتيني ستيني، برسم مثلث كده، مثلث تلاتيني ستيني، النسبة بين طول الوتر وطول الضلع المقابل للزاوية التي قياسها 30. احنا عارفين ان ده كده مثلث قائم الزاوية 30 60، الضلع المقابل للزاوية 30 دي الزاوية 30، الضلع المقابل للزاوية 30 نص الوتر، يعني الضلع ده لو انا ده اسمه اكس واي زد، فبقول له الضلع اكس واي نص الوتر اللي هو الاكس زد، يعني لو ده ب5 يبقى ده ب10، لو ده ب1 يبقى ده ب2. هو بيقول لي النسبة بين طول الوتر والضلع المقابل لزاوية 30، طول الوتر حتتين، الضلع المقابل لزاوية 30 1، يبقى 2 إلى 1. بس لو احنا هنكتبها بنكتب من الشمال، يبقى الإجابة بتاعتي 2 إلى 1، لأن احنا بنكتب من الشمال. 2 لأن الوتر قد الوتر ب10 يبقى ده ب5، يبقى الوتر والضلع يبقى الوتر جزئين الضلع جزء، حتتين حتة. طيب، السؤال اللي بعده ممكن يعكسها لك، يقول لك طول الضلع إلى الوتر، طول الضلع إلى الوتر يبقى 1 إلى 2، وبنكتب من الشمال لليمين. في الشكل المقابل
انا عايز الاكس ده مثلث قائم الزاويه، فلو انا عايز اجيب الاكس هجيبها ازاي؟ هقول له يا مستر الاكس هتساوي الضلع الاولاني تربيع 20 تربيع والضلع الثاني تربيع وناخد جذرهم. فكنا عشان نجيب الاكس اللي هي الوتر بالنسبه لنا فبقول له ايه؟ ربع ربع اجمع خد الجذر. فلما نربع لما نمسك الاله الحاسبه ونعملها على الاله الحاسبه هقول له اهو جذر 20 تربيع زائد 21 تربيع هتساوي 29. يبقى الإجابة بتاعتي يا مستر هتكون 29. طيب إذا كان AD متوسط في المثلث ABC، ارسم لي كده مثلث ABC أهو يا مستر، مثلث أهو ABC، مثلث AD متوسط، حيث AD متوسط، ده كده دي يبقى دي في المنتصف، يبقى ده كده متوسط. طيب لأن تعريف المتوسط بيخرج من الرأس إلى منتصف الضلع المقابل للرأس. متوسط في المثلث ABC طوله بتسعة، يبقى المتوسط ده كله كده ب9 سم. فإذا والإم هي نقطة تقاطع القطرين، الإم هي نقطة تقاطع القطرين دي الإم. بتقسم المتوسط بنسبة 2 إلى 1 من جهة الرأس، يبقى ده ب6 وده ب3 عشان 6 و3 9. هو عايز من الدي إم، عايز الحتة الصغيرة يبقى ب3 سم. السؤال اللي بعده، أي من الصيغ الآتية تستخدم لحساب قياس زاوية داخلة؟ القانون فيه قانونين يا مستر، ان ناقص 2 في 180 ده قياس الزوايا، اما لو كان عايز زاوية واحدة يبقى ان ناقص 2 في 180 على ان، يبقى ان ناقص 2 في 180 على 2 لا، ان زائد 2 لا، ان ناقص 2 في 180 دي جميع الزوايا. لو عايز كل الزوايا، لو عايز مجموع جميع الزوايا مجموعهم ان ناقص 2 في 180، عايز زاويه واحده يبقى ان ناقص 2 في 180 على الان. السؤال اللي بعده، اذا كان المثلث ABC يطابق المثلث LMN وقياس السي ب90، يبقى نحط كده 90 فوق السي، فان طالما دي ب90 يبقى الان برضو ب90، فان قياس ال زائد الام، ال زائد الام، ما هو دول المثلث ب 180 فيه زاويه ب 90، يبقى الاثنين التانيين لو جمعتهم هيدوا كام؟ مش محتاجه تفكير، هيدوا 90. اذا كان المثلث ده يطابق المثلث ده وكان محيط المثلث ده ب 12، ده محيطه ب 12 يبقى ده برضو محيطه ب 12 لانهم متطابقين، وكان اكس واي باربعة، من الاكس واي باربعة. طب تعالى كده نرسم المثلث اهو، ده كده المثلثين. حلو، المثلث الاولاني اسمه اكس واي زد، اسمه اكس واي زد، والمثلث الثاني اسمه اي بي سي. هو قال ان هم متطابقين ومحيط ده ب 12، يبقى محيط ده بكام؟ ب 12. الاكس واي باربعة، الاكس واي ده باربعة، والواي زد بخمسة، والواي زد بخمسة، يبقى 5 و4 9، وهو كله يدي 12، 5 و4 9 يبقى ده ب3، يبقى الاكس زد بكام؟ ب3. هو مش عايز الاكس زد، هو عايز الاي سي. طيب مش الاكس زد هو الضلع المناظر للاي سي؟ قال لي اه. قلت له طب ده ب3 يبقى ده بكام؟ قال لي يبقى ده ب3، يبقى الاجابه بتاعتي 3 سم. بيقول لي ما عدد متوسطات المثلث المنفرج الزاوية؟ يقول لي بقى منفرج، حاد، قائم، أي حوارات كده كده. المثلث أي مثلث ليه 3 متوسطات، أي مثلث ليه 3 رؤوس، وبنرسم من كل رأس متوسط يبقى 3 متوسطات. مثلث حاد قائم منفرج بقى ما يضحكش عليك، هو المهم إيه؟ طيب ما قيمة الإكس؟ ده مثلث قائم الزاوية، لو أنا إكس دي ضلع ولا وتر؟ ضلع. فلو أنا عايز أجيبها هنقول له يا مستر ربع ربع اطرح. ليه يا مستر؟ هو القانون كده، لو انا عايز ضلع ربع ربع اطرح خد الجذر، 2 تربيع ب4، 1 تربيع ب1، 4 ناقص 1 3، يبقى دي كده يا مستر جذر 3، يبقى الاكس دي قيمتها بجذر 3. طيب نقطة تقاطع متوسطات المثلث تقسم كل منهما بنسبة من جهة الرأس 2 إلى 1، من جهة الرأس 2 إلى 1. طيب
المثلث ABC يطابق المثلث XYZ، ولو جمعنا البي والسي هيدي 100، لو جمعنا البي والسي هيدوا 100، يبقى الايه هتبقى ب80. هو مش عايز الايه، هو عايز الاكس. طب ما هي الايه ب80 والايه قصاد الاكس، يبقى الاكس برضه ب80. هو عايز الاكس يبقى الاكس ب80. عدد متوسطات المثلث القائم الزاوية. أي مثلث ليه 3 متوسطات قائم منفرج حاد. إذا كان ABC مثلث له محور تماثل واحد، المثلث اللي ليه محور تماثل واحد هو المثلث المتساوي الساقين. المثلث المتساوي الساقين هو المثلث الذي له محور تماثل واحد. يعني لو رحت راسم مثلث متساوي الساقين كده اهو، قال لي ان هو الزاويه في عندنا زاويه ب 140، ABC ب 140، يبقى ABC ب 140. طيب سيبك من المثلث ده، مش هو بيقول لك مثلث A له محور تماثل واحد يبقى مثلث متساوي الساقين، في زاويه ب 140، هيتبقى كام؟ هيتبقى 40، هتتقسم على الاثنين التانيين، يبقى 40 على الاثنين فيها ال 20. عشان تكون يا مستر، بص كده، عشان تكون زاويه، بص كده معايا، عشان هو قال لك ان في زاويه ب 140. حلو، وهو قال لك ان هو ليه محور تماثل واحد يبقى مثلث متساوي الساقين، على الرغم من ان هو ما قالهاش صريحه ان مثلث متساوي الساقين، ولكن هو قال مثلث له محور تماثل واحد، واللي ليه محور تماثل واحد هو المثلث المتساوي الساقين. طيب كويس جدا، يبقى مثلث متساوي ايه؟ الساقين. طيب دي ب 140، هيتبقى من كام؟ من 180 هيتبقى 40، يبقى دي ب 20 ودي ب 20. بس هو بقى عايز قياس زاوية ال A، يعني انت عندك قياس زاوية ABC الزاوية دي ب 140، يبقى قياس ال C ب 20 وقياس ال A ب 20. هو عايز قياس ال A، يبقى الإجابة بتاعتي 20. طيب ندخل على السؤال اللي بعده. ما قياس الزاوية الداخلة للسداسي؟ هو قانون طالما قال لي زاوية يبقى القانون ان ناقص 2 في 180 على الان. هو بيتكلم دلوقتي على ايه؟ خماسي ولا سداسي؟ قال لي يا مستر دلوقتي احنا بنتكلم على السداسي، والسداسي قانونه كام؟ والسداسي يبقى ان بكام؟ ب6، يبقى 6 ناقص 2 في 180 على الستة. 6 ناقص 2 كام؟ 4، يبقى 4 في 180 على الستة. لو انا معايا آلة حاسبة هقول له 4 في 180 على الستة هتطلع ب 120 درجة. يبقى الإجابة بتاعتي ب 120 درجة، عشان عايز قياس الزاوية الداخلة. زاوية، لو قال زوايا يبقى 720، قال زاوية يبقى 120، لأن احنا بنقسم على الستة. ما المضلع المحدب الذي ليس له أقطار؟ هو المثلث. المثلث ليس له أقطار. في الشكل المقابل، إذا كانت A دي زاوية قايمة، طيب احنا عندنا ده ب5، قال لي وده ب12 وده مثلث قائم، يبقى نستخدم نظريه فيثاغورس عشان نجيب الضلع الناقص. هنجيبه ازاي؟ هنقول له يا مستر هنجيب AC دي زاويه قايمه، وده الضلع المقابل للزاويه القايمه اسمه وتر. انا عايز اجيب الوتر، هنقول له ربع 5 تربيع وربع واجمع وخد الجذر. فلما ربع اجمع خد الجذر، 5 تربيع ب25، 12 تربيع ب144، لو جمعناهم هيدوا 169، اللي هي جذرها كام؟ 13، يبقى دي كده ب 13. كويس؟ قال لي كويس. طيب بيقول لي يا مستر الاكس ده مثلث. قال لي ده مثلث، قال لي مثلث. كنا واخدين في اولى اعدادي متباينة المثلث. قال لي كنا واخدين كمان يا مستر ان الضلع الثالث بيكون اكبر من الفرق واصغر من المجموع. في اولى اعدادي اكبر من الفرق واصغر من المجموع. فلو انا عايز اجيب الاكس اكبر من الفرق، عندي ده 13 وده 7، فلما نطرحهم من بعض يدوا كام؟ 6. يبقى هنا كده واصغر من المجموع لما نجمعهم يدوا كام؟ يدوا 20. فنقدر نقول ان الضلع الثالث اكبر من الفرق واصغر من المجموع، يعني من اول 6 لحد 20 مفتوحين فترات مفتوحة. ليه يا مستر فترات مفتوحة؟ علشان ركز كده معايا، ليه فترات مفتوحة يا مستر مش مغلقة؟ علشان هنا مفيش يساوي.
لو حطيت يساوي نقفل. طب هنا مفيش، يبقى فترات مفتوحة من 6 ل 20. ولما بنيجي نكتب الفترة يا مستر، احنا معلش انا كتبتها زي بالعربي، من 6 من الشمال لليمين، من 6 إلى 20 فترات مفتوحة. يبقى الشكل بتاعنا هيكون رقم ب. طيب في الشكل المقابل عايز قيمة الإكس. دي بالنسبة لي زاوية خارجة، ودي خارجة، ودي خارجة، ودي خارجة. 1 2 3 4، ده شكله رباعي. يبقى ليه كام زاوية خارجة؟ ليه 4 زوايا خارجة. وأنا عارف إن مجموع قياسات الزوايا الخارجة لأي مضلع محدب بتساوي 360 درجة. فهجمع ال 3 إكس مع ال 4 إكس مع الإكس مع ال 2 إكس، كلهم كده هنساويهم ب 360 درجة. فلما نيجي نقول 3 و4 وإكس و2، 3 و4 7، 7 وهنا في 1 8، 8 و2 10. يبقى هنا كده 10 إكس بتساوي 360. نقسم هنا كده على 10 ونقسم هنا كده على 10، فدي هتروح مع دي هيتبقى إكس، والصفر يمشي مع الصفر، و36 على الواحد فيها 36. يبقى أنا عايز قيمة الإكس، يبقى قيمة الإكس هتطلع ب 36. طيب ندخل على اللي بعده. بيقول لي إذا كانت زاوية ال A تتمم زاوية ال B في المثلث ABC. يبقى أنا دلوقتي هرسم مثلث ABC أهو. هرسم أهو ABC. زاوية ال A تتمم زاوية ال B. يبقى معنى الكلام إن زاوية ال A وزاوية ال B لو جمعتهم من بعض يدي 90، عشان هو قال لي تتممها. طيب طيب AB. طيب طالما لو جمعنا دول ب 90، طيب يبقى شكل المثلث اللي المفروض ان انا ارسمه يبقى شكله عامل كده. ركز بقى معايا. هتقول لي وده لا، انا همسح ده كده وهكتب المسألة من الاول. تعالى كده معايا. A A B C. تمام كده؟ قال لي تمام. قال لي ان زاوية ال A تتمم زاوية ال B، يعني لو جمعت ال A مع ال B وش كده هتدي 90 درجة. لو جمعت ال A مع ال B هتدي 90. يبقى الزاوية دي والزاوية دي لو جمعتهم مع بعض هيدوا 90. يبقى الزاوية التالتة بكام؟ هما زاويتين ب 90 والمثلث بتاعنا ب 180. فال 180 لما نقص منه 90 اللي فوق هيديني 90. يبقى السي بكام؟ ب 90. يبقى طالما السي ب 90 يبقى المثلث ده قائم ولا مش قائم؟ قائم يا مستر. وطالما المثلث قائم يبقى الضلع ده تربيع بيساوي مجموع مربعي الضلعين الاخرين. يبقى دي بيساوي. يبقى الاجابه بتاعتي دي. عارف لو كانت الزاويه دي منفرجه كنا اخترنا اكبر، كنا اخترنا دي. لو الزاويه دي حاده كنا اخترنا دي، لان المثلث القائم يبقى الضلع الكبير تربيع اكبر من التانيين، بيساويهم قصدي. ولو المثلث منفرج يبقى الضلع تربيع اكبر من الضلعين التانيين. طب ولو حاد يبقى اصغر. طب ولو قائم بالشكل ده يبقى يساوي. في الشكل المقابل احنا عارفين ان المثلث ده طالما دي في المنتصف ودي في المنتصف ودي في المنتصف، يبقى المثلث المقلوب اللي جوه ده محيط المثلث اللي جوه ده نص محيط المثلث الكبير. نص محيط المثلث مين؟ الكبير. طب المثلث الكبير محيطه كام؟ هنجمع ال 16 مع ال 20 مع ال 18. هنجمع ال 16 مع ال 20 مع ال 18 عشان اجيب المحيط بتاع الكبير. 6 و0 و8 14. 4 ومعايا الواحد، 1 1 2، 2 و2 4، 4 1 5، يبقى 54. يبقى محيط المثلث الصغير نص محيط المثلث الكبير، يبقى نص ال 54. وال 54 نصها كام؟ 27. يبقى الإجابة بتاعتي 27. يبقى الإجابة بتاعتي رقم ج. السؤال اللي بعده في الشكل المقابل ده A B C ده مثلث، وG هي نقطة تلاقي متوسطات المثلث. تمام. هو قال لي يا مستر ده مثلث قائم الزاوية. قال لي طيب دي ب9 ودي ب12. نقدر نجيب الضلع ده بنظرية فيثاغورس بما انه هو قابل للزاويه القايمه، يبقى وتر. طب انا عايز اجيب الوتر، يبقى انا هجيب الوتر اللي هو البي سي. هنجيبه ازاي؟ ربع نجمع ناخد الجذر. فلما نربع التسعة ولما نربع ال12 ونجمعهم وناخد جذرهم، 9 تربيع ب81، 12 تربيع ب144، جذرهم 13. يبقى انا كده عرفت ان الضلع ده كده ب13. تمام اهو. ولا 15؟ لا اكتر من كده، مش 13.
144 زائد 81 هتطلع 225 جذرها 15. ماشي، يبقى دي كده الإجابة 15. تمام، يبقى ده كده يا مستر بكام؟ ب 15. طيب ده كده متوسط يخرج من الرأس ينص في القاعدة، بس للأسف إن هو كان الرأس اللي خرج منها رأس إيه؟ قايمة، والمتوسط اللي بيخرج من رأس القايمة بيساوي نص الوتر، الوتر 15 يبقى المتوسط نص ال 15 اللي هي 7 ونص. طيب أنا عارف الجي، أيوه عارف الجي، طب الجي دي بتقسم المتوسط لأن نقطة تلاقي 2 إلى 1. السبعة ونص دي اللي هي عبارة عن 5 هنا وهنا 2 ونص، يبقى عشان كلها 7 ونص هو عايز طول الاي جي، يبقى الاي جي هتطلع ب5، الإجابة رقم ج. طيب احنا كنا بنقول ان احنا عندنا مثلث كده مهم جدا. ايه هو المثلث؟ اهو كنا بنكتب جوه المثلث ده a تربيع ناقص البي تربيع، وكنا بنكتب هنا كده a ناقص البي وa زائد البي، وكنت بقول لك لو انت عايز الزائد بنقسم التربيع على الناقص، ولو انت عايز الناقص بنقسم التربيع على الزائد، ولو انت عايز التربيع بنضرب الزائد في الناقص. انا هنا عايز مين؟ قال لي انا عايز الزائد. قلت له طب لو انا عايز الزائد كنت بعمل ايه؟ قال لي بنقسم التربيع على الناقص. طب التربيع بكام؟ ب 16. طب والناقص بكام؟ بأربعة. و16 على الأربعة فيها كام؟ فيها الأربعة. طيب هو مش عايز A زائد B، ده هو عايز جذر ال A زائد ال B. طب أنا جبت ال A زائد ال B جبتها بأربعة، هو عايز جذرها، يبقى جذر الأربعة 2، يبقى الإجابة بتاعتي رقم أ اللي هي بتساوي 2. ندخل على السؤال اللي بعده. في الشكل المقابل عايز قيمة الإكس، دي زاوية خارجة ودي زاوية خارجة ودي زاوية خارجة، وأنا عارف إن مجموع قياسات الزوايا الخارجة لأي مضلع محدب إذا كان ثلاثي أو رباعي أو خماسي إلى آخره بيساوي 360 درجة. يبقى الإكس زائد ال 31 زائد ال 2 إكس زائد ال 32 زائد ال 3 إكس ناقص التلاتة كلهم كده هيدوا 360 درجة. فلما نجمع الإكس و2 إكس يبقى 3، 3 و3 يبقى 6 إكس. طيب ادي هنا 31 و32 ناقص 3، 31 و32 يبقى 63، 63 ناقص 3 هيتبقى 60، كل ده هيساوي 360. لو اديت دي بعكس الاشاره يبقى تقول له يا مستر 6 اكس بتساوي 360 ناقص ال 60 هيدينا 300. هنقسم هنا على الستة ونقسم هنا على الستة، يبقى الستة مع الستة هيتبقى اكس، و30 على الستة فيها ال50، يبقى الاكس بتساوي كام؟ 50. هو عايز قيمة الاكس، يبقى قيمة الاكس بتساوي 50. كويس. في الشكل المقابل إذا كان المضلع اكس واي زد ال صورة المضلع، طالما قال لي صورة المضلع بالانتقال أو بالانعكاس أو بالدوران يبقى معنى كده إن المضلع الأول والمضلع الثاني متطابقين. طالما هو قال لي إن هي صورته بالانعكاس أو الانتقال أو الدوران، انعكاس أو انتقال أو الدوران، يبقى المضلعين متطابقين. طيب معنى إن هما متطابقين يعني الحته اللي ده، طيب معنى ان هما متطابقين، طب هنا اكس واي هتبقى قد الاي بي، الاي بي ب 13 والاكس واي بواي زائد الواحد، يبقى نقول له كده واي زائد الواحد هنساويها بال 13، يبقى الواي هتساوي 13 بعكس الاشاره ناقص الواحد، يبقى الواي هتساوي 12. يبقى انا كده طلعت قيمه مين؟ طلعت قيمه الواي. دي اول حاجه، يبقى انا طلعت قيمه الواي ب 12. طيب عايز اجيب قيمه الاكس، طيب هي الاكس فين؟ الاكس عند البي سي. طيب البي سي قصاد الواي زد، والواي زد بكام؟ ب 8، يبقى هنقول له بقى اكس ناقص الواحد بتساوي 8، يبقى الاكس بتساوي 8 وده يروح بعكس الاشاره زائد الواحد، يبقى الاكس بتساوي 9. يبقى هنا كده طلعت قيمه الاكس ب9، يبقى 9 زائد ال 12 بكام؟ 21. يبقى الاجابه بتاعتي رقم ج. إذا كانت M هي نقطة تلاقي متوسطات المثلث، فنيجي راسمين مثلث ونقول له يا مستر هو بيقول M هي نقطة تلاقي متوسطات المثلث ABC، يبقى المثلث ABC، يبقى ده كده دي كده الام، وقال إن البي دي من أول البي لحد دي متوسط، يعني ده قد ده،
فإن البي دي إلى الام دي، البي من أول البي دي كله ده عبارة عن 3 أجزاء، البي دي عبارة عن 3 أجزاء إلى الام دي، الام دي عبارة عن جزء، وده جزئين، ده جزئين، وده جزء، وكلها 3. هو قال البي دي من أول البي لحد الدي يبقى 3 إلى الام دي، الام دي بواحد، يبقى 3 إلى 1، يبقى الإجابة بتاعتي رقم د 3 إلى 1. ندخل على السؤال اللي بعده. بيقول لي في الشكل المقابل ال1 توازي ال2 توازي ال3 توازي ال4 والمستقيمان T1 و T2 قاطعان لهما، اوجد الاكس والواي. طيب السؤال ده مهم جدا 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 ولازم يجي لك في الامتحان، وانا اتوقع ان هو جاي لك في امتحان الترم الاول 2026 عام وازهر. خلي بالك من السؤال ده. اول حاجه اللي هو عطاها لك، المعلومات اللي هو عطاها لك دي كلها بنكتبها بما ان، يعني بكتب كده بما ان ال1 يوازي ال2 يوازي ال3 يوازي ال4 مش هو كاتب المستقيمان T1 و T2 قطعان، تيجي قايل له كده وT1 و T2 قاطعان لهم. تمام. وبعدين خلاص يا مستر، هو قال لي ان الجنب ده قد ده قد ده، يبقى هنا نيجي على اليمين الحته دي قد الحته دي قد الحته دي، يبقى انا اقول له مش انت قلت ان ده بيوازي ده وده يبقى دول قطعين؟ قال لي اه، وانت عارف ان دي قد دي قد دي، ممكن اجي استنتج انا على طول واقول له اذا من الحته دي اللي هي 4 اكس هتساوي التمانية، ونقسم الصفحه نصين كده، والواي زائد الواحد هتساوي التمانية. مش فاهم يا مستر؟ على العموم ان طالما الجزء اللي على الشمال دي قد دي قد دي، يبقى اللي على اليمين دي قد دي قد دي. طيب دي بكام؟ ب 4 اكس، دي بكام؟ ب 8، دي بكام؟ بواي زائد واحد. يبقى هنقول هنقول له يا مستر خلي بالك كده ان ال 4 اكس هتساوي ال 8 هتساوي الواي زائد الواحد. قال لي اه، بس فانا خدت الاكس مع ال8 عشان اطلع قيمه الاكس، وخدت الواي زائد واحد مع ال8 عشان اطلع قيمه الواي. عايز تكتبها له كده، اذا ال 4 اكس بتساوي ال8 بتساوي الواي زائد الواحد، وتيجي اقسم له الصفحه كده عشان تقسم هنا على الاربعه وهنا على الاربعه، فدي تروح مع دي هيتبقى اكس و8 على الاربعه فيها الاثنين، وتقول له ان الواي هتساوي 8 ناقص الواحد، يبقى الواي هتساوي 7. شكرا، يبقى انت كده طلعت قيمه الاكس وقيمه الواي اللي هو عايزهم في المساله بتاعتنا. السؤال ده مهم جدا. اللي بعده بيقول لي اذا كانت الاكس اكس واي زد ده مثلث، وكانت الاتش والجي والاو من الصفات ده على الترتيب. طالما هو كاتبهم لك بالشكل ده، قول له بما ان الاتش والجي والاو منتصفات الاكس واي والاكس زد والزد واي على الترتيب. طالما ده في المنتصفات يعني على الترتيب، يبقى انا خدت المعلومه دي كتبتها بمعنى انا هستفاد ايه؟ هستفاد ان الحته دي اللي هي جي اتش هتساوي نص اللي قصادها اللي هي الزد واي، بتساوي نص الزد واي. تمام كده؟ قال لي تمام. وهقول له ان الحته دي الاتش او نص اللي قصادها اللي هي نص الاكس زد، وهقول له كمان ان الحته دي اللي هي الجي او نص الاكس واي، نص الاكس واي. تمام كده؟ قال لي تمام. قال لي خلي بالك ان محيط المثلث اتش جي او، محيط المثلث اتش جي او المثلث ده محيطه 18. طيب وانا عارف ان دي نص اللي تحت ودي نص اللي قصادها ودي نص اللي قصادها، وده يبقى الصغير ده محيطه ب 18، يبقى نقدر نستنتج من كده ان الكبير، وبما ان بما ان محيط، او ممكن نكتبها هنا كده تحتيهم، بما ان محيط المثلث اكس تاني، مش انت قلت المنتصفات اللي احنا قلناها دي
وهو قال لك ان المحيط ب 18، انت هتقول له بقى محيط المثلث اتش جي او هيساوي 18 سنتي. يبقى انا هستنتج ايه؟ هستنتج ان محيط، هقول له كده، اذا هستنتج ان محيط المثلث الاكس زد واي الكبير هيساوي 18 في 2 ب 36 سنتي، لان الصغير نص الكبير، الصغير 18 يبقى الكبير كام؟ الكبير قده مرتين، 2 في 18 ب 36. السؤال اللي بعده، انت عارف ان ده بيساوي ده؟ عارف. طالما ضلع بيساوي ضلع يبقى زاوية بتساوي زاوية. هو عايز قياسات زوايا المثلث، فانا هقول له بما ان الضلع AB بيساوي الضلع AC، يبقى هستنتج طالما ضلع بيساوي ضلع هستنتج ان في زاوية بتساوي زاوية. يبقى هستنتج الضلع ده قصاده زاوية السي، يبقى قياس زاوية السي هتساوي قياس زاوية الضلع ده قصاد زاوية الضلع ده اسمه اي سي قصاد زاوية البي. يبقى او اقولها بطريقة تانية، شايف الضلع ده والضلع ده؟ مش انت قلت له ان الاي بي بيساوي الاي سي؟ قال لي اه. طب هو المثلث اسمه ايه؟ اسمه اي بي سي. بص كده، اي بي الحرف الناقص مين؟ سي اهو، يبقى اي بي سي. اي سي الحرف الناقص مين؟ بي. يبقى الضلع ده اهو ناقص فيه حرف ناقص في بتاع المثلث هو الزاوية، وده ضلع الحرف الناقص هو الزاوية. يبقى هنا اي بي يبقى سي، اي سي يبقى بي. طيب يبقى قياس زاوية السي هتساوي قياس زاوية البي. طب قياس زاوية السي بكام؟ السي ب 3 اكس ناقص ال 17. طيب وقياس زاوية البي بكام؟ ب 2 اكس، ب 2 اكس زائد ال 13. طب ما تحل دول بقى يا عم اهو. اهو يا مستر، هنحل دول ازاي؟ اهو هتقول له يا مستر 3 اكس اهي، ده هتروح بعكس الاشاره يبقى ناقص 2 اكس بتساوي 13 زي ما هي، ودي تروح بعكس الاشاره ناقص 17 يبقى موجب 17. فلما نقول له 3 اكس ناقص ال 2 اكس يدي اكس واحده، و13 و17 30، يبقى الاكس هتساوي كام؟ يبقى الاكس يا مستر هتساوي 30. حلو، هو مش عايز الاكس ده، هو عايز قياسات زوايا المثلث، يعني عايز قياس زاويه الاي، وعايز قياس زاويه البي، وعايز قياس زاويه السي. قلت له طيب بالراحه، انا عارف ان قياس زاويه البي، مش انت طلعت دي الاكس ب 30؟ قياس زاويه البي هقول له 2 اكس يبقى 2 30 اللي هي 2 في 30 زائد ال 13. 2 في 30 ب 60، 60 و13 يبقى 73. وقياس زاويه السي 3 في 30 ناقص ال 17، 3 في 30 ب 90، 90 ناقص ال 17 يبقى 73. يبقى الزاوية دي ب 73 والزاوية دي برضه ب 73، يبقى اللي فوق بكام؟ هنجمع يا مستر 73، هنجمع، هنقول خلاص يا ستي مش ناقصة اهي، هنجمع 73 زائد 73 ونطرحهم من ال 100 وكام؟ من ال 180 هتدي 34، يبقى قياس زاوية الاي ب 34 درجة، ودي ب 73 ودي ب 73، يبقى الاي والبي والسي. ندخل على السؤال اللي بعده. بيقول لي شايف انت دول؟ قال لي اه. طيب قال لي بقى انا عايز محيط الصغير. انا عارف انا عايز اجيب محيط الصغير اللي هو الاف دي الاف اي دي. طيب اول حاجه انا هروح هجيب محيط المثلث، هجيب محيط المثلث الكبير واقول له ان ده نصه، او يا عم خلاص خلينا نحل بالراحه وما نكروتكش. هنقول له بما ان دي و اي و اف منتصفات AB و BC و AC على الترتيب. تمام كده؟ تمام. يبقى الحتة اللي فوق نص اللي قصادها، يبقى إذا الإف دي نص اللي قصادها اللي هي نص العشرة 5. إذا طيب ودي يا مستر الدي إي والدي إي نص اللي قصادها اللي هي نص الدي إي، نص اللي قصادها نص التمانية 4. طيب والاف اي نص اللي قصادها 6، يبقى نص الستة 3. يبقى انا جبت، ركز كده معايا،
يبقى انا جبت دي ب5 وجبت دي ب4 وجبت دي ب3. انا بقى عايز محيط المثلث ده اهو. يبقى اقول له يا مستر اذا المثلث محيط المثلث اف دي اي. اف دي اي هيساوي 3 زائد ال4 زائد ال5. 3 و4 7، 7 و5 12، يبقى 12 سنتي. يبقى محيط المثلث اللي جوه ده ب 12 سنتي. شكرا على محيط المثلث. تاني حاجة بيقول لي اثبت ان المثلث، مش انت جبت دي ب5 ودي ب4 ودي ب3؟ قال لي اه. قال لي اثبت ان المثلث اف دي اي، المثلث ده قائم الزاوية. طيب ما انا عشان اثبت ان هو قائم الزاوية بمسك ضلع الكبير اربعه، وامسك الاتنين الصغيرين اربعهم واجمعهم واقارنهم بالكبير واشوف ايه العلاقة. اول حاجة انا عندي ضلع ب5 وضلع ب4 وضلع ب3، يبقى نمسك الضلع ب5. فانا هقول له الضلع اللي هو ب5 ده اسمه ايه؟ الضلع اللي ب5 اسمه اف بي اف دي. يبقى انا اقول له اف دي تربيع، يعني 5 تربيع ب25. وهمسك الضلع ب4 اللي هو الدي اي تربيع زائد الاف اي. الاف اي تربيع. طيب الدي اي ب4 يبقى 4 تربيع زائد الاف اي ب3 يبقى 3 تربيع. 4 تربيع ب16 و3 تربيع ب9 و9 و16 25. فلاحظت ان ضلع واحد لما ربحته اعطاني 25، والضلعين ربحتهم وجمعتهم اعطاني 25. فانا هقول له بما ان الاف دي ضلع واحد تربيع هيساوي، بما ان ضلع واحد اللي هو الاف دي ربحته هيساوي الدي اي تربيع زائد الاف اي تربيع. يبقى نقدر نقول له اذا المثلث اف اي دي قائم الزاوية. بس كده، شكرا. اللي بعده بيقول لي ان دي اي منتصف A B و AC على الترتيب. معناها ان دي منتصف الضلع الاول وان الاي منتصف الضلع الثاني، معنى كلمة على الترتيب. طيب انت ملاحظ ان دي في المنتصف، يبقى نقدر نقول ان السي دي متوسط، وان الدي اي دي في المنتصف يبقى البي اي متوسط. اتقطعوا فين؟ في الام. يبقى الام هي نقطة تلاقي متوسطات المثلث. فنبدأ نشتغلها ازاي؟ هقول له بما ان الدي والاي منتصفة AB و AC. انا بكتب ده في بما ان على الترتيب. يبقى معنى كلام ان الدي منتصف الاي بي، يبقى نقدر نستنتج يبقى السي دي. هقدر استنتج، هقول له من هنا كده اذا مش انت قلت ان الدي في المنتصف يبقى السي دي متوسط، يبقى السي دي متوسط. ومش انت قلت ان الاي في المنتصف يبقى البي اي متوسط. يبقى انا دلوقتي عندي ده متوسط وعندي ده ايه؟ متوسط. اتقطع في نقطة الام، صح؟ يبقى نقدر نقول له اذا ام هي نقطة تلاقي المتوسطات. نقطة تلاقي مين؟ المتوسطات. طيب كويس. طالما الام هي نقطة تلاقي المتوسطة، دي ب3 يبقى دي ب6، لان دي جزء يبقى دي جزئين. صح ولا غلط؟ قال لي صح. يبقى نيجي نقول له يا مستر بما ان الدي ام بتساوي 3 سم، يبقى السي ام هتساوي 6 سم. ماشي. ودي ب4، يبقى اللي تحت دي بكام؟ ب8. بما ان الاي دي بتساوي 4 سم، اذا اللي تحت دي اللي هي السي بي هتساوي 8 سم، لان ده نص اللي قصاده هو ب4، يبقى اكيد ده ب8. طيب كويس. تعالى كده، هو بيقول وبيقول لي من البي اي ب6. بيقول لي ان دي كلها كده ب6. قلت له طيب انا لو انا عندي بما ان البي اي، ركز، البي اي بتساوي 6 سم، المتوسط كله ب6. كنت انا وانا بشرح الدرس ده كنت بقول لك لو عايز الحته الكبيره هتقسم كده كده بنقسم، طالما عاطين المتوسط كله كده كده بنقسمه على ال3.
بنقسم على الكام؟ على التلاتة. لو عايز الحتة الكبيرة بنضرب في 2، ولو عايز الحتة الصغيرة بنضرب في 1. أنا عايز الحتة الكبيرة، يعني أنا هجيب دلوقتي الام بي، كده كده هنقسم الستة على التلاتة ونضربه في 2 لو أنا عايز الحتة الكبيرة. طيب ولو أنا عايز أجيب الاي ام، كده كده هنقسم على التلاتة ونضربه في 1. أنا مش فاهم الحتة دي يا مستر. هو عاطيني البي اي، عاطيني المتوسط كله، وطالما عطاني المتوسط كله يبقى نقسمه على التلاتة. لو انا عايز اجيب الكبيره يبقى بعد ما اقسم على التلاتة اضربه في 2، ولو انا عايز اجيب الحته الصغيره بعد ما اقسم على التلاتة اضربه في 1. 6 على التلاتة فيها الاتنين، و2 في 2 ب4. 6 على التلاتة فيها الاتنين، و2 في 1 ب2. حلو جدا، حلو يا مستر. انا بقى عايز محيط المثلث بي ام سي، امسح كله، بي ام سي، بي ام سي. عايز محيط المثلث ده. انا جبت دي ب8، وجبت دي ب6، وجبت دي دلوقتي هناك اهي ب4. يبقى هنقول له يا مستر اذا محيط المثلث بي ام سي هيساوي 4 و6 و8. 4 و6 و8. 4 و6 10 و8 18. يبقى الإجابة بتساوي 18 سنتي. ندخل على السؤال اللي بعده. بيقول لي ايه هي نقطة منتصف كل من، يعني دي نقطة منتصف، الايه هي نقطة منتصف A B. ماشي. من الآخر يعني أنا عايز أثبت إن المثلث ده يشابه المثلث ده، فراح أقول له يا مستر المثلث A E C والمثلث B E D فيهما، عايز تكتبها من هنا أهي، فيهما كم حاجة؟ 1 2 3. الحاجة الأولى أنا ملاحظ هنا شرطتين وهنا شرطتين، يبقى AE بتساوي EB. AE بتساوي EB. الحاجة التانية هنا شرطة وهنا شرطة، CE هتساوي ED، هتساوي ED. الحاجة التالتة الزاوية دي هتساوي الزاوية دي بالتقابل بالرأس. أول ما تلاقيهم اتنين راسهم في راس بعض كده يبقى تعرف إن في زاوية بتساوي زاوية بالتقابل بالرأس. هقول له وقياس زاوية DEB، DEB بتساوي قياس زاوية، مش أنت قلت DEB، CEA بالتقابل بالرأس. كويس كويس. بالتقابل بايه؟ بالرأس. طالما الثلاث حاجات اتوفروا اذا المثلث AEC يطابق المثلث BED. كويس؟ قال لي كويس جدا. هو بيقول لي انا عايز اثبت ان الضلع AC يوازي الضلع ده. طالما عايز اثبت توازي يبقى نشوف حرف الزد او الاف او اليو، لازم حرف من الثلاثه. قلت له طيب مش هما المثلثين دول متطابقين؟ مثلث يطابق المثلث؟ قال لي اه. قلت له طيب مش الزاويه دي مش دي زاويه ايه؟ قال لي زاويه الدي. المفروض بتساوي زاويه مين؟ المفروض بتساوي السي اهي. طب هما عاملين حرف زي حرف الان او الزد ولا لا؟ قال لي اه. فانت اقول له ايه؟ ومن التطابق التطابق اللي انا جبته انا هستفاد منه ايه؟ ينتج ان. هينتج حاجات. ايه الحاجات اللي هتستفادها بقى من التطابق؟ ان قياس زاوية السي بتساوي قياس زاوية الدي، ومن التطابق ينتج ان قياس زاوية السي بتساوي الدي. يبقى الدي والسي قد بعض. تحس ان هما في وضع تبادل، تحس ان هم عاملين حرف الزد او حرف الان. طب انا هستفاد من كده ان الاي سي بيوازي الدي اي، وبكده مسألتي. شكرا يا مستر. ندخل على السؤال اللي بعده. بيقول لي ان ده شكل رباعي كله على بعضه، فيه اتقسم مثلثين، مثلث تحت ومثلث فوق. طيب كويس. انا عايز اثبت ان قياس زاوية دي اي سي عايز اثبت ان الزاويه دي قايمه، فبحط هنا استفهام، يعني انا لسه عايز اثبتها. استفهام يعني انا عايز اثبت ان دي قايمه. طيب كنت بقول لك لما يكون عندك مثلثين او شكلين، هو عايز شغل في اللي فوق، فنبدا شغل باللي تحت.
اللي تحت يخدمني اطلع احل فوق، لكن ما اقدرش احل فوق من غير ما احل اللي تحت. طيب فانا هحل في المثلث، فاقول له المثلث في او المثلث A B C، المثلث A B C، او ممكن نكتبها كده المثلث A B C في قياس زاوية البي بتساوي 90 درجة. قياس البي ب 90 درجة، قال لي اه، ودي ب9 ودي ب12. انا عايز اجيب الاي سي. اذا الاي سي او اهو المثلث ده فيه، ماشي، يبقى الاي سي هتساوي الاي سي ده مقابل للزاوية القايمة، فهو بالنسبة لنا وتر، فاقول له ربع ربع، نجمع ناخد الجذر، يبقى نقول له 9 تربيع زائد 12 تربيع وناخد جذره. 9 تربيع ب81، 12 تربيع ب144، هنجمعهم يدوا 225، وال225 جذرها 15 سم، يبقى انا كده جبت دي بكام؟ ب 15 سم. بيقول لي دي 8 ودي 17 ودي 15. عايز اثبت ان المثلث ده قائم. عشان اثبت ان هو قائم بناخد اكبر ضلع، خلينا ناخد دي سي، بما ان الدي سي اللي هو اكبر ضلع هنربعه، يبقى نقول له كده 17 تربيع بالآلة الحاسبة الجميلة. 17 تربيع هتطلع 289. وناخد بقى الضلعين الصغيرين دي A تربيع، دي A تربيع زائد ال AC تربيع. طيب دي A ب8 يبقى 8 تربيع، AC ب15 يبقى 15 تربيع، 8 تربيع ب64، 15 تربيع ب225، اجمع دول 289، يبقى كده عندي ده 289 وعندي ده 289. فلاحظت ايه؟ ان ضلع واحد تربيع بيساوي مجموع مربعي الضلعين الاخرين. يبقى هقول له بما ان دي سي تربيع بيساوي دي اي تربيع زائد الاي سي تربيع، يبقى نستنتج من كده اذا المثلث او اذا قياس زاوية الدي اي سي بتساوي 90 درجة. يبقى انا خلاص جبت دي ب 90. عايز بقى مساحة الشكل كله. طيب مساحة الشكل الرباعي اللي هو عبارة عن مساحة المثلث ده زائد مساحة المثلث ده. فانا هضطر ان انا اروح اجيب ايه؟ هضطر يا مستر ان انا هروح اجيب مساحة المثلث. امسح دول بقى كده، طبعا دي ب 15، القلم زولان والله اهي. امسح كده ده، انا عايز اجيب مساحة المثلث. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز اجيب مساحة ده طبعا الضلع ده احنا جايبينه ب 15. انا هجيب مساحة المثلث ده وهجيب مساحة المثلث ده وهنجمعهم على بعض. طيب هجيب مساحة المثلث ABC اللي تحت ده. مساحة المثلث ABC هتساوي قانون المساحة نص القاعدة في الارتفاع، يبقى نص في القاعدة في الارتفاع. طيب يبقى هنا كده نص فيه القاعدة بتاعتي بكام؟ ب 12 في الارتفاع بكام؟ ب9. طب مش معنى يا مستر خدت الأرقام دي؟ أنا عندي زاوية قايمة، عندي زاوية إيه؟ قايمة، ليها ضلعين، ضلع أهو وضلع أهو اللي هما بيعملوا الزاوية القايمة. فبنعتبر هما ضلعين، واحد فيهم بنعتبره قاعدة وواحد ارتفاع. براحتك، ده قاعدة وده ارتفاع صح، ده قاعدة وده ارتفاع صح، لأن هما كده كده ضرب، والضرب إبدالي، يعني نص 12 في 9 خلتها له نص 9 في 12 فمش فارقة. فالزاوية القايمة حواليها ضلعين، أحدهما قاعدة والآخر ارتفاع. فنيجي نقول له يا مستر نص ال 12 6، و6 في 9 بكام؟ ب 54 سنتيمتر مربع. كده أنا جبت مساحة المثلث ده. طيب عايزين نروح نجيب مساحة المثلث اللي فوق اللي هو اسمه دي اي سي. دي اي سي هقول له يا مستر نص. طيب دي الزاوية القايمة اللي أنا أثبتها، قال لي اه. قلت له نص القاعدة في الارتفاع، القاعدة كام؟ 15، الارتفاع كام؟ 8، يبقى نص ال 15 في ال 8. ممكن ببساطة خالص نقول له نص ال 8 كام؟ قال لي نص ال 8 4، 4 في 15 ب 60 سنتيمتر مربع. فأنا عايز بقى أجيب مين؟ ركز بقى معايا، أنا عايز أجيب مساحة الشكل ABCD الشكل الرباعي اللي هو المثلث زائد المثلث. فراح أقول له إذا مساحة الشكل A B C D هتساوي ال60 اللي طلعت
وزائد ال 54 اللي طلعت هتطلع 6 4 5 11 سنتيمتر مربع. يبقى مساحة الشكل الرباعي طلع يا مستر زي ما هو كده 114 سنتيمتر مربع. ندخل على السؤال اللي بعده. هو عايز قيمة الاكس والواي والزد والدبليو. خلينا متفقين ان دي زاوية خارجة، ان دي كده زاوية خارجة، وان دي زاوية خارجة، وان دي زاوية خارجة، ومجموع قياسات الزوايا الخارجة لأي مضلع ب 360 درجة. يعني نجمع نقول له زد زائد ال 10 زائد الزد ناقص ال 13 زائد الزد، كلهم هيدوا 360 درجة. ادي عندي زد وادي زد وادي زد يبقى 3 زد. ادي عندي هنا 10 ناقص 13 يبقى سالب 3. 10 ناقص 13 سالب 3 بيساوي 360. يبقى نقول له كده 3 زد هتساوي 360، وده تروح بعكس الإشارة زائد التلاتة. يبقى 3 زد هتساوي 360 و3 يبقى 363. نقسم هنا على التلاتة ونقسم هنا على التلاتة، فالتلاتة مع التلاتة تمشي تبقى زد. 3 على 3 فيها الواحد، 6 على 3 فيها الاتنين، 3 على 3 فيها الواحد. يبقى الزد بكام؟ يبقى الزد ب 121. طيب أنا كده جبت مين؟ كده جبت الزد. طيب عايز اجيب الاكس والواي والدبليو. طيب انا عارف ان، ركز كده معايا، انا جبت الزد ب 121، فركز كده ادي 121 زائد ال 10 يبقى 131. يبقى الزاويه دي بكام؟ ب 131. طب مش انت عارف ان دي كده زاويه مستقيمه ب 180 درجه؟ قال لي اه. قلت له خلاص، انت هتقول بما ان قياس، او اهو بما ان الواي هيساوي 180 درجة زاوية مستقيم، هننقص منها ال 131 هيديني كام؟ 49 درجة. حلو، يبقى انا كده جبت الواي ب 49. طيب وهنا كده الزد ممكن نشطبها ونكتب 121. طب ولو انا هجيب الاكس برضه يا مستر دي زاوية مستقيمة ب 180، الاكس هتساوي 180 ناقص 121. 180 ناقص 121 هتطلع بكام يا مستر؟ ب 59 درجة. يبقى الاكس ب 59 درجة. فانت ممكن تقول له ان الدبليو هتساوي 180 ناقص، هنجمع بقى ال 49 بتاع الواي اللي انا طلعتها وال 59 بتاع الاكس. 49 زائد 59 هتدي 180. يبقى الدبليو هتساوي 180 ناقص ال 108 هتطلع ب 72 درجة. وبكده يا مستر انا قدرت اجيب قيمة الاكس والواي والزد والدبليو. تمام. ندخل على السؤال اللي بعده. بيقول لي اذا كانت AD متوسط، طالما AD متوسط وده خارج من رأس القايمة يبقى بيساوي نص الوتر. هو عايز طوله. طيب اول حاجة خلينا متفقين، هو المتوسط الخارج من رأس القايمة بيساوي نص الوتر. قال لي اه، يعني ال AD طوله قد ايه؟ قلت له يا مستر والله ده ببساطة خالص هو AD ده متوسط صح؟ قال لي اه. قلت له مش هي الحتة دي بتساوي الحتة دي؟ قال لي ايوه. قلت له طب تعالى الاول نجيب قيمة الاكس وبعدين ربنا ييسر الحال. قال لي هجيب قيمه الاكس ازاي؟ قلت له يا عم مش هنا في شرطه وهنا في شرطه؟ قال لي اه. قلت له خلاص هساويهم ببعض، يعني قول لي ال 3 اكس ناقص ال 8 ساويها بال 2 اكس ناقص ال 3. مش ده بيساوي ده؟ قال لي ايوه. قلت له ساويهم ببعض. يبقى 3 اكس دي تروح ورا بعكس الاشاره ناقص 2 اكس بتساوي سالب 3، ودي تروح ورا بعكس الاشاره بموجب 8. ادي 3 اكس ناقص 2 اكس تدي اكس واحده، وسالب 3 وموجب 8 تدي 5. يبقى الاكس جبناها بكام؟ ب5. طيب تعال نعوض بقى. انا هروح اجيب دلوقتي، هجيب البي دي، هجيب الحته دي الاول. هجيبها ازاي؟ مش انت عارف ان البي دي ب 2 اكس ناقص 3؟ قال لي اه. طب يا حبيب قلب الاكس بكام؟ انا جبت الاكس ب5. يبقى 2 في اكس والاكس ب5 يبقى 2 في 5 ناقص 3، 2 في 5 ب 10 و10 ناقص 3 7. يبقى يا مستر الحته دي كده ببساطه خالص الحته دي ب7 ودي ب7. تمام كده؟ قال لي تمام. قلت له طب مش انت عارف ان الاي دي متوسط في المثلث؟ قال لي اه. طب المتوسط ده خارج من راس القايمه ولا مش خارج؟ قال لي اه. قلت له طب المتوسط الخارج من راس القايمه اللي هو الاي دي بيساوي نص مين؟ قال لي بيساوي نص الوتر. قلت له طب الوتر، نص الوتر بكام؟ قال لي هو 7 و7 14 ولا 14 نصها 7. يبقى المتوسط اي دي بيساوي نص الوتر
اللي هو نص الوتر اللي هو ال A دي هيطلع ب7 سنتي. وبكده المسألة بتاعتنا خلصت. مسألة جميلة وبرضو من ضمن المسائل اللي متوقعة في الامتحان بتاع 2026. طيب أنا بالنسبة لي يا مستر 1 2 3 4 5 خمس زوايا خارجة، ومجموع قياسات الزوايا الخارجة لأي مضلع محدد ب 360 درجة. فهجمع الخمسة إيه؟ أهو، لا اكتب له بما أن مجموع قياسات الزوايا الخارجة لأي مضلع محدب بيساوي 360 درجة، يبقى نجمع الخمسة ايه مع التلاتة ايه مع الأربعة ايه مع الأربعة ايه مع الأربعة ايه، كل ده يساوي 360 درجة. 4 ايه و4 ايه و4 ايه 4 ايه و4 ايه و4 ايه و3 و5، صح كده؟ قال لي اه. 4 و4 3 في 4 دول كده 12، 12 و3 15 و5 20، يبقى هنا كده 20 ايه بتساوي 360. هنقسم هنا كده على 20 وهنقسم هنا كده على 20، فده هتتكنسل هيتبقى ايه، والصفر مع الصفر هتطلع ب 18. يبقى الايه هيطلع بكام يا مستر؟ الايه ب 18. انا مش عايز الايه، امال انت عايز مين يا عم؟ قال لي انا عايز قياس زاويه بي سي دي. بي سي دي بي سي دي بي سي دي، قال لي انا عايز قياس الزاويه دي. قلت له طيب انا عارف ان قياس ان الايه ب 18، تقدر تجيب لي الزاويه دي بكام؟ هقول له يا مستر بما ان الأربعة إيه هتساوي 4 في 18، فامسك الآلة الحاسبة وأقول له 4 في 18 ب 72 درجة. يبقى الزاوية دي يا مستر ب 72 درجة. طب الزاوية دي بكام؟ ما أنا عارف إن دي كلها زاوية مستقيمة ب 180 درجة. طيب يبقى الزاوية دي كلها ب 180، يبقى الحتة دي بكام؟ هقول له يا مستر 180 أنقص منها ال 72. يبقى إذا قياس زاوية البي سي دي اللي أنت عايزها بتساوي 180 ناقص ال 72. 180 كلها 180 عشان دي زاوية مستقيمة، أنقص منها ال 72 هيديني كام؟ هيدينا يا مستر هنا كده 108 درجة. وبكده أنا جبت قياس الزاوية. والمسألة دي من ضمن المسائل المهمة، خلي بالك منها. A B C مثلث فيه الضلع ده بيساوي الضلع ده، يبقى ده مثلث متساوي الساقين. و A دي عمودي على السي دي عمودي على السي بي، ودي ب 25 ودي كلها بأربعة. قلت له أول حاجة بما أن AB بيساوي AC، تمام؟ قال لي اه، يبقى ده مثلث متساوي الساقين. و AD عمودي على السي بي. طيب يبقى في المثلث المتساوي الساقين العمودي على القاعده بيعمل حاجتين. اي دي عمودي على القاعده، قال لي اه، قلت له بيعمل حاجتين، بينصف الراس وبينصف القاعده. يبقى انا هستنتج حاجتين اي دي عمودي على القاعده، اه عمودي على القاعده. انا هستنتج حاجتين، الحاجه الاولى ان السي دي هتساوي الدي بي، الحته دي هتساوي الحته دي، السي دي هتساوي الدي بي. طب هي بكام؟ بأربعة، يبقى هنا 4 على الاتنين فيها الاتنين سنتي، يبقى دي يا مستر باتنين ودي باتنين. وكمان يا مستر هستنتج حاجة تانية، الزاوية دي ب25 يبقى دي زيها، يبقى هستنتج إن قياس زاوية بي اي دي هيساوي قياس زاوية سي اي دي هتساوي 25 درجة، يبقى دي ب25 يبقى دي زيها. هو بقى عايز ايه؟ قال لي انا عايز قياس زاوية بي اي سي. بي اي سي قال لي انا عايزها كلها. قلت له خلاص، اذا قياس زاوية بي اي سي هتساوي 25 زائد 25 هتدي 50 درجة، لان هو قال لك انا عايزها كلها. وقال لي انا عايز طول الدي سي. طول الدي سي خلاص انا جايبها باتنين اهي. الدي سي اذا اهي الدي سي هتساوي 2 سم. تمام كده يا باشمهندس؟ طيب زي الفل. ندخل على السؤال اللي بعده. دي زاوية خارجة 1 2 3 4 5، ده شكل خماسي، 5 زوايا خارجة. مجموع قياسات الزوايا الخارجة لأي مضلع محدب 360 درجة. 360 درجة. فهجمع يا مستر الإكس زائد ال 19 زائد ال 79 زائد ال 2 إكس
زائد ال 55 زائد ال 84، كل ده يساوي 360 درجة. طيب أنا كده لو ركزت معايا هنا إكس، وهنا كده اعطيني إكس واحدة، وهنا كده 2 إكس، يبقى 3 إكس. يبقى ده كده وده كده 3 إكس. أجمع بقى هجمع اللي بالأخضر ده بالآلة الحاسبة. هجمع بقى بالأخضر اللي هو مكتوب بالأخضر 19 زائد 79 زائد 55 زائد 84، كل ده هيطلع بكام؟ 237. كل ده يساوي 360 درجة. فأقول له يا مستر ال 3 إكس بتساوي 360 درجة، ودي تروح بعكس الإشارة اللي هي ناقص 273. يبقى أقول له 3 إكس بتساوي 360 ناقص هتطلع ب 123. نقسم هنا على التلاتة ونقسم هنا على التلاتة، كنسل كنسل يتبقى اكس. 12 على التلاتة فيها الأربعة وهنا الواحد، يبقى الإكس ب41. هو عايز قيمة الإكس؟ عايز قيمة الإكس. يبقى الإكس يا مستر ب41 زي ما احنا طلعناها في آخر المسألة تحت أهي، اللي هي دي أهي، ب41. ندخل على السؤال اللي بعده. A B C D شبه منحرف قائم الزاوية في البي، ودي ب10 ودي ب8 ودي ب15، و AB ب8 و AD AB فين AB؟ AB ب10 قصدي. عايزين مساحة شبه المنحرف. طيب بكل سهولة أنا عايز مساحة شبه المنحرف. طبعا احنا ممكن نقول إن مساحة شبه المنحرف مش عارف أجيبها مستر، أعمل إيه؟ بنعمل حاجة اسمها عمل. إيه هو العمل؟ إن أنا بكل سهولة مستر، بص يا بطل مصر، بكل بساطة هتيجي عامل موصل دي كده، الدي بالحتة دي وليكن سميناها الدي اف. أصبح ده ب10 يبقى ده ب10، أصبح ده ب8 يبقى ده ب8. كويس؟ قال لي كويس. هو دلوقتي أنا لو أنا قدرت أجيب مساحة ده كده أصبح مستطيل، دي ب8 8 10 10 يبقى ده مستطيل. ده كده بالنسبة لنا مستطيل، وده بالنسبة لنا مثلث. لو جبت مساحة المثلث وجبت مساحة المستطيل وجمعتهم على بعض هيديني مساحة شبه المنحرف. يبقى أول حاجة هقول له العمل، نرسم دي اف. نرسم دي اف. نرسم دي اف عمودي على الدي اف. دي هتبقى عمودي على، يعني بتعمل زاوية قايمة، عمودي على السي بي. تمام؟ قال لي زي الفل. قلت له طيب انا عايز اجيب مساحة ده. هنجيب مساحة ايه؟ ده هقول له مساحة المستطيل ABFD هتساوي مساحته بتساوي اللينس في الويدث، ال في الدبليو اللي هي ال في الدبليو، الطول اللي هي ممكن بالعربي كده الطول في العرض، الطول في العرض. طيب يعني ممكن 8 في 10 ب 80، 80 سنتيمتر مربع. يبقى كده انا جبت ايه؟ المستطيل. هروح اجيب مساحة المثلث، بس عندي دي ب10 وعندي دي ب15، بس انا مش عندي الضلع ده، فلازم اجيبه علشان اقول له نص القاعدة في الارتفاع. فانا اول حاجة هروح اقول له بما ان المثلث يبقى سي اف دي، بما ان المثلث سي اف دي فيه قياس زاوية دي اف سي، دي اف سي بتساوي 90 درجة. يبقى انا عندي زاوية قايمة 90 درجة. يبقى هروح اجيب السي اف ازاي؟ ربع ربع، نطرح ناخد الجذر، هناخد ال 15 نربعها، وهناخد ال 10 نربعها، وهنطرحهم وناخد جذرهم، وهنطرحهم وناخد جذرهم. طيب فنيجي نقول له يا مستر ادي الجذر اهو، ادي كده 15 تربيع ناقص ال 10 تربيع تحت الجذر هتطلع ب5 جذر 5 سنتي. طيب فلو انا عايز اجيب بقى مساحة المثلث، مساحة المثلث دي اف سي هتساوي ايه؟ نص القاعدة في الارتفاع، ما انا جيت جبت دي ب5 جذر 5، يبقى اقول له نص في القاعدة اللي هي 5 جذر 5 والارتفاع اللي انا جبته ب10. فاجي اضربها على الآلة هتطلع ب25 جذر 5 سنتيمتر مربع عشان دي مساحة. تمام؟ حلو. انا بقى عايز اجيب مساحة شبه المنحرف،
فالمفروض ان انا اخد ال80 اجمعها على 25 جذر 5. يبقى اقول له اذا مساحة شبه المنحرف بتساوي ال80 زائد ال25 جذر 5. خلاص هنسيبها زي ما هي، 80 زائد 25 جذر 5 بس كده. تعالى كده نقولها سريعا. انا عملت عمل عشان يديني مستطيل ومثلث، ونجيب مساحة ده ونجيب مساحة ده. طيب طبعا دي ب8 يبقى دي بكام؟ يبقى طالما اللي فوق دي ب8 يبقى اللي تحت ب8، ودي ب10 يبقى دي ب10، يبقى ده كده بالنسبة لنا مستطيل، صح؟ قال لي صح. قلت له طيب ده مثلث، دي بكام؟ ب10 ودي ب15، فهنربع على 15 وهنربع على 10 وناخد جذرهم، هيدينا الضلع الثالث ونقول له نص القاعدة في الارتفاع. يبقى 15 لو هنربع او هنقول له جذر، لو انا هعيد دي تاني كده، 15 تربيع ناقص 10 تربيع هتطلع بكام؟ 5 جذر 5. يبقى كده صح. ندخل على السؤال اللي بعده. بيقول لي إذا كانت إكس وواي وزد هي منتصفات على الترتيب، وقياس الزاوية دي اثبت أن، وعايز يثبت أن الإكس واي بتساوي البي دي. السؤال ده محترم جدا جدا جدا. أول حاجة سيبك من كل ده، أنا عندي مثلث تحت وعندي مثلث فوق. طيب مش أنت عارف إن دي في المنتصف؟ قال لي قلت له طيب يبقى البي دي متوسط ولا مش متوسط؟ يبقى نقول له بما ان، تعالى كده، بما ان دي منتصف AC، دي في المنتصف، يبقى انا هستنتج من كده اذا طالما دي في المنتصف يبقى البي دي متوسط. حصل؟ قال لي حصل. طالما دي في المنتصف يبقى بي دي متوسط. طب المتوسط ده خارج من رأس القائمة؟ قال لي قلت له المتوسط الخارج من رأس القائمة بيساوي نص الوتر، يبقى انا هستنتج ان البي سي اللي هو المتوسط الخارج من رأس القائمة بيساوي نص الوتر اللي هو اي سي، نص الوتر اللي هو نص اي سي. وبكده شكرا، المعلومة الأولى صح؟ قال لي صح. قلت له شايف المثلث اللي فوق؟ قال لي شايفه. قلت له طيب بما في المثلث AEC في المثلث AEC، تمام؟ بما ان الاكس اهي، بما ان الاكس منتصف الاي اي، والواي منتصف الاي سي، الواي منتصف الاي سي، تمام؟ قال لي الاكس في المنتصف والواي في المنتصف، يبقى اكس واي نص الاي سي، اذا الاكس واي نص الاي سي، تمام؟ قال لي تمام. ودي كده يا مستر هنسميها المعلومه رقم 2، دي كانت المعلومه رقم 1. فانا ملاحظ ان البي سي نص الاي سي، والاكس واي نص الاي سي، حاجه نص اي سي وحاجه نص اي سي، يبقى الحاجه دي والحاجه دي قد بعض ولا لا؟ فانا بقى باجي اقول له ايه؟ من 1 و2 ينتج ان، يعني من 1 و2 اللي انا جبتهم دول انا هستفاد ايه؟ النص ده اي سي والنص اي سي يمشوا مع بعض، هستفاد ان البي سي هتساوي الاكس واي، وهو ده اللي هو كان عايزه في المساله بتاعته. ندخل على السؤال اللي بعده. بيقول لي انا عايز اثبت ان قياس زاويه ACD عايز اثبت ان دي كده قائم الزاويه، عايز اثبت ان الزاويه دي بتساوي 90. قلت له والله يا مستر بكل سهوله، احنا عندنا المثلث ABC القائم في البي. شايف انت المثلث في ال ABC الصغير ده قائم في زاويه البي. عندي دي ب3 سم، بما ان عندي يا مستر الاي بي بتساوي 3 سم والبي سي بتساوي 4 سم. قال لي عندي دي ب3 ودي ب4، انا هستفاد ايه؟ هستفاد ان الاي سي بتساوي، احنا قلنا ده ضلع وده ضلع، اي سي ده بالنسبه لنا وتر، اي سي بالنسبه لنا وتر، فالوتر قانونه ايه؟ ربع نجمع ناخد الجذر، ربع نجمع ناخد الجذر.
فنقول له 3 تربيع ب9، 4 تربيع ب16، 9 و16 25، وال25 جذرها 5. يبقى يا مستر انا قدرت اجيب دي كده ب5. تمام؟ قال لي تمام. وبعدين قلت له بقى في المثلث، في المثلث اهو، في المثلث ADC، ADC دي ب 13 ودي ب 12 ودي ب5. بما ان احنا عايزين نثبت ان زاويه قايمه، فبمسك الضلع، خلينا متفقين عكس فيثاغورس، عايز اثبت ان الزاويه دي قايمه، بمسك الضلع الكبير اللي هو ال 13 اللي هو الاي دي بربعه، يبقى نقول له 13 تربيع ب 169، وبمسك الضلعين الصغيرين اللي هو الاي سي تربيع زائد السي دي تربيع. فلما امسك ده تربيع يبقى نقول له 5 تربيع، وده تربيع ب 12 تربيع، هيطلع برضه ب 169. فانا لاحظت ايه؟ لاحظت ان ضلع واحد تربيع ب 169، ضلع تربيع زائد ضلع تربيع ب 169. يعني انا اقول له بما ان الاي دي تربيع هيساوي اي سي زائد السي دي، اذا المثلث بتاعنا قائم الزاويه. هو مش عايز يثبت ان هو قائم، هو عايز يثبت ان الزاويه ب 90. طالما ضلع واحد تربيع بيساوي مجموع مربعي ضلعين الاخرين، اذا قياس زاويه ACD بتساوي 90 درجه. شكرا. المساله دي هامه. رابع مساله اقول لك عليها هامه، خلي بالك. مسائل الامتحان مش هيطلع بره المسائل دي، الامتحان بتاع اخر الترم، خلي بالك. طيب بيقول لي يا مستر دي بتساوي السي دي، وقياس دي ب 40 ودي ب 110 ودي ب 30 وده ب 8، اوجد بالبرهان اي سي. طيب اولا احنا مش هنقدر نعمل اي حاجه غير او قبل ما احنا نطابق المثلثات، عشان ومن التطابق ينتج ان نقدر نجيب اللي احنا عايزينه. يبقى المساله دي مساله بتلف عليك، بتدور عليك، بتحور عليك من الاخر. مش جايه مباشره يقول لك اثبت ان المثلث يطابق المثلث، عشان هو لو جالك مباشر كنت هتقول له عشان اثبت المثلث يطابق المثلث خلاص انا عارف انا بعملها ازاي. هو لا، ده هو طالب ما بعد التطابق، بس مش جايب التطابق. يبقى دلوقتي المفروض ان انت تطابق له. طب هتطابق ازاي بقى يا مستر؟ هتقول له يا مستر ركز بقى معايا، مش انت ملاحظ، اسمع يا عم، مش انت ملاحظ الزاويه دي قصاد دي؟ قال لي اه. قلت له طيب بالراحه خالص، دي ب 30 ودي ب 110، تقدر تجيب الزاويه دي؟ قال لي 110 و30 140، نطرحها من ال 180 يتبقى 40، يبقى الزاويه دي يا مستر هتدي 40. يبقى اول حاجه بما ان مجموع قياسات زوايا المثلث الداخله بتساوي 180 درجه. حلو حلو. طيب يبقى انا اذا قياس زاويه الزاويه دي بي دي سي هتساوي كام؟ هتساوي 180 ناقص، هنجمع ال 110 وال 30 يبقى 140، هيدينا يا مستر 40 درجة. يبقى أنا كده جايب 40 درجة. كويس. فأنا ملاحظ إن دي ب 40 ودي ب 40 وده بيساوي ده وده ضلع مشترك، يبقى هنا كده ضلعين وزاوية محصورة. يبقى جاي له بقى كده بقى المثلث ABD والمثلث، مش انت قلت يبقى تبدأ بالسي. مين اللي قصاد السي. رحت للبي يبقى سي بي دي فيهما 3 حاجات، 1 2 3. ملاحظ انت جبت دي ب 40 ودي ب 40، يبقى قياس زاوية ADB بتساوي قياس CDB بتساوي 40 درجة. دي أول حاجة. تاني حاجة، هنا شرطة وهنا شرطة، AD بتساوي AD بتساوي CD. تالت حاجة BD ضلع مشترك، BD ضلع مشترك. إذن المثلث ABD يطابق المثلث CBD. حلو.
قال لي يا مستر زي الفل. ومن التطابق ينتج ان. هستفاد ايه من التطابق؟ هو عايز طول بي سي. طيب تعالى كده، بي سي اهي اهي. مش انت قلت مثلث سي بي دي، السي بي او البي سي قد الاي بي. طيب اي بي بكام؟ اي بي ب 8. ينتج ان السي بي هتساوي اهو، مش انت قلت سي بي قصاد الاي بي، السي بي قصاد الاي بي، الاي بي ب 8 يبقى السي بي بكام؟ برضه ب 8. ينتج ان السي بي بتساوي الاي بي بتساوي 8 سم. يبقى دي ب 8، يبقى احنا خلاص جبنا دي ب 8. عايز قياس زاوية اي بي سي. اي بي دي لا، بي برضه لا. يبقى هنا كده مش عارف اجيب الزاويه من المثلثين المتطابقين. يبقى نطلع فوق نشوف الزاويه بتاعتنا اللي هو عايزها من الرسم. هو عايز زاويه اي بي سي، اي بي سي عايز الزاويه دي. مش انت جبت دي ب 30؟ يبقى دي ب 30 من التطابق. اي بي سي اذا قياس زاويه اي بي سي بتساوي 30 زائد 30 بتساوي 60 درجة. شكرا، مسألة جميلة بس بتلف عليك عشان هو ما جابهاش صريح، قال لك اظبط التطابق فكنت انت هتشتغل. ده طلب منك حاجات، بس انت اول ما تلاقي مثلثين مقسومين او راسهم داخله في راس بعض كده اللي هو الشكل ده، تعرف ان انت هتطابق. السؤال اللي بعده، A B C مثلث قائم الزاوية في البي. ماشي، طالما قائم الزاوية هنا وعندي الضلع ده ب6. طيب ركز كده، انا هعتبر الضلع ده مش موجود. بص الضلع اللي انا همسحه ده، شايف الضلع ده اللي انا همسحه شوية وبرجع له تاني، انا هعتبر ده مش موجود. اتعامل مع المسألة ان هي بالشكل ده. هتقول لي يا مستر ده مثلث قائم وده الضلع المقابل للزاوية 30 بيساوي نص الوتر، دي ب6 يبقى دي ب12. ده اول معلومة. يبقى اقول له بما المثلث A B C A B C اهي، او ممكن نقول له بما ان المثلث A B C القائم في زاوية البي فيه قياس زاوية A بتساوي 30 درجة والبي سي بتساوي 6 سم. اذا AC ده الوتر بتاعنا اللي هو AC، الضلع المقابل لزاوية 30 بيساوي نص الوتر، هو ب6 يبقى الوتر ب12، يبقى AC هيساوي 12 سم. تمام، يبقى دي ب30 دي ب12. هو عايز مين؟ هو عايز طول الاي دي. طيب اهو ركز بقى كده معايا اهو، اظهار اهو. انت دلوقتي يا مستر عايز تجيب دي. قال لي اه. طيب مش ده مثلث اي بي سي؟ يبقى انت كده ركز كده معايا. انت دلوقتي قلت لي ان الضلع ب 30 صح؟ يبقى الضلع المقابل زاويه 30 بيساوي نص الوتر، يبقى ال 12 عباره عن من اول الاي لحد السي. طيب هو كان قايل لك انا عايز طول الاي دي، انا عايز الحته دي. همسح بس كده عشان ايدينا تظهر. ال 12 بتاعتنا اهي اللي هي دي كلها، انا عايز طول الاي دي. قلت له طيب ببساطه خالص، صلى عليه يشفع فيك، قال عليه الصلاه والسلام. قال لي يا عم امسح الضلع ده تاني كانه مش موجود. قلت له اهو احنا غلبنا الضلع معانا. هسالك سؤال يا بطل مصر. نعم يا مستر. دي بكام؟ قال لي ب 12. ودي بكام؟ قال لي ب6. قال لي تقدر تجيب الاي بي؟ قلت له هنجيب الاي بي من نظريه فيثاغورس. طالما اي بي دي ضلع ولا وتر؟ قال لي ضلع. قلت له يبقى ربع ربع نطرح ناخد الجذر. لو انا عايز الضلع ربع ربع نطرح ناخد الجذر. يبقى نقول له يا مستر ربع ربع نطرح ناخد الجذر، يبقى 12 تربيع ناقص ال6 تربيع هتطلع ب 108. خد جذر ال 108 هتطلع 3 جذر 6، او لا 6 جذر 3. حلو، يبقى دي كده ب6 جذر 3. عندك مشكلة؟ ما عنديش مشكلة. طيب هنبدأ يا مستر نمسح ده عشان نرجع للأصل. طيب دي زاوية 30. قال لي اه. قلت له بقى أنا مش همسح ده، أنا همسح ده كده كأن الشغل عندي أهو. همسح ده كده أهو، تمام كده، كأن الشغل عندي يا مستر في المثلث ده بس. دي زاوية 30، الضلع المقابل لزاوية 30 بيساوي نص الوتر، يبقى دي
ده مثلث قائم صح ولا غلط؟ قال لي اه. الضلع دي زاويه 30، الضلع اللي قصادها نص الوتر، الوتر ب 6 جذر 3. طب بي دي نص الوتر، يبقى ب 3 جذر 3. يبقى دي كده 3 جذر 3 ودي 6 جذر 3. طيب تقدر يا مستر تستخدم دي ودي عشان تجيب الضلع التالت اللي هو الاي دي. يبقى نقول له اذا الاي دي هيساوي، او قبل دي كده هتقول له يا مستر في المثلث ABD القائم في دي، القائم في دي BD هتساوي نص ضلع مقابل زاوية 30 بيساوي نص الوتر، هتساوي نص الستة جذر 3 ونص الستة يبقى 3 جذر 3 سنتي. طيب انا بقى عايز اجيب الاي دي. طب هو ضلع ولا وتر؟ قال لي يا مستر الاي دي ضلع. بنجيبه ازاي؟ هذه الزاويه القايمه اللي قصادها ده الوتر، كنا بنربع نقول له 6 جذر 3 تربيع ربع نطرح ناخد الجذر، و3 جذر 3 تربيع وناخد جذرهم يا مستر كده. يبقى نمسك الآلة هنقول له 6 جذر 3، 6 جذر 3 افتح قوس كده، 6 جذر 3 اقفل القوس تربيع ناقص افتح قوس 3 جذر 3 اقفل القوس كده تربيع بتساوي، هتطلع ب81. هناخد كده جذر ال81 هتطلع ب9، يبقى هتطلع ب9 سنتي. طبعا المسائل دي يبقى الإجابة بتاعتي ب9 سنتي اهي. طبعا المسائل دي انت هتقول لي يا مستر هي صعبة كده ليه؟ هي ممكن تيجي في الامتحان. هقول لك والله ممكن تيجي، بس خلينا متفقين ان انت اول مرة يطبق عليك المنهج، فاحنا مش عارفين الامتحانات بتاع السنين اللي فاتت جت ازاي. بس الاسئلة دي اساسا انا جايبها من النماذج اللي حاططها كتاب المعاصر وجايبها من كتاب المدرسة، فجايب اسئلة متوقعة ممكن تيجي، لان اللي حاطين الكتب دي ناس كبيرة وناس مستشارين وناس مطلعين على المنهج وناس عارفين الامتحانات بتيجي ازاي، اللي هم في التوجيه اساسا، واحنا بنحل الحاجات اللي هم حاطينها في كتاب المدرسة بتاع الوزارة. علشان معنى ان انت تحل في بتاع الوزارة او معنى ان انت تحل كتاب المعاصر اللي هو جايبه من الوزارة فعلا، يبقى معنى كده ان انت بتعمل اللي عليك. فاهم قصدي؟ فاعمل اللي عليك وحل وركز في كل مسألة. الامتحان يجي ازاي او يروح فين او يجي منين مش شغلانتنا، شغلانتنا ان احنا نعمل اللي علينا والتوفيق بتاع ربنا. وبكده وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، ووصلنا لآخر مسألة معانا في الفيديو. لو كنت بتستفاد أول مرة تشوفني فلازم تعمل اشتراك للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. أنا مستر مصطفى عرابي، وأنت كنت بتشوف قناة مستر عرابي رياضات. أشوفكم على خير في فيديو جديد وحلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.